هنالك من الناس من يكرهون الصلاح ومن يحاربون من فيه الصلاح ويجعلونه من الدواعش ويجعلونه ممن يخشى على البلاد منه وتخريب البلاد يخشى أن يؤتى من قبله. هكذا صارت المفاهيم عقيمة إلى هذا الحد. صحيح أن هنالك أشخاصا قد يأتي من ورائهم الشر، لكن لا يعمم هذا الفهم ولا يحكم على كل صالح بأنه من هذا الصنف وأنه على هذا السير. لا، الله لا يزال يقيض لدينه ويقيض لعبادته ولمن يقوم بشرعه من يشاء من العباد، فالله ليس تاركا دينه وليس تاركا من يكون من الصالحين في عباده. فالحذر ثم الحذر، أن الشخص يكون محاربا للفقراء والمساكين، لا سيما إن كانوا صالحين.